جيمر عرب أو الجيمر العراقي أكيد غني عن التعريف، وأسهل وأطيب منه ماكو. للحقيقة أكو هواية طرق حتى نسويه، بس أني سويته بهاي الطريقة وحبيت أشارككم بيها. على نار متوسطة خليت 5 كواب حليب، ولازم يكون كامل الدسم، وخليت 5 كواب كريمة طبخ أو هيفي كريم، وبالخلاط اليدوي ظليت أخلطه حتى ما يلزق الحليب، وعلى مود تصير بيه رغوة. وأول ما بدأ الحليب يفور شلته على نار ناصية كلش. جبت المحداية وخليت عليها جدر الحليب، وعفته مدة 2 ساعات كاملة بدون تقليب. وراها طفيته وعفته يبرد تمام. بكل هدوء وبدون ما أحركه دخلته الثلاجة ليلة كاملة حتى يثخن. ثاني يوم طلعته وقصيت أطرافه بالسكين وقطعته. باقي الحليب ممكن تستخدموه بالحلويات، أو حتى تسوون منه وجبة لخ من الجيمر، وبس بالعافية.